هوريكم فيديو دلوقتي اعرفكم يعني ايه باقل امكانيات ممكن تبقى نجم وتبقى فنان والناس كلها تتابعك. انا بتفرج على مسلسلات رمضان وانا قاعد متضايق من كل اللي بيحصل ده، كمية صرف رهيبة وفي الاخر كله بلح الا ما رحم ربي. والا ما رحم ربي ده انا لسه ما شفتوش، كله بيشكر في عين سحرية. فانا مستني ان شاء الله بعد رمضان اجمعه واتفرج عليه مرة واحدة واعمل لكم فيديو نتكلم عليه. بس انا دلوقتي جايب لكم ان انا اتكعبلت في شاب على الفيسبوك رهيب بامكانيات ضئيله جدا ونجم وهيبقى نجم. بس انا خايف من حاجه، انا خايف انه لما يبقى نجم يبقى عامل زي احمد رمزي ومؤمن لما بيطلعوا في مسلسلات مع مشاهير. انا مش حاسسهم الناس دي على الفيسبوك، انا من اشد المتابعين ليهم. لما شفتهم في المسلسلات انا بصراحه متضايق جدا وزهقان جدا وبتفرج عليهم على الفيس، ما بتفرجش على المسلسلات خالص. في حد ورا الكاميرا واقف مخوفهم، العيال دي مش مظبوطه قدام الكاميرا الفنيه البروفيشنال. فالشاب اللي انا بكلمكم عليه ده اسمه نادر شعبان، اتكعبلت فيه بيعمل فيديوهات عسل. فهوريكم دلوقتي فيديو اعرفكم والله العظيم ان الموضوع كله مش انتاج، الموضوع كله فكره. والراجل ده عمل لهم كذا فيديو من الاخر كده، حدد كل اللي احنا بنقوله على قناتنا الفنيه في حاجات بسيطه وسكتشات بسيطه موتتني من الضحك. يلا بقى نتفرج. انتظروني في رمضان وانا بنتقم وبضرب وبقتل وبسرق بحجه ان ضحيه مجتمع واللي حواليا هم اللي خلوني كده. انا الضحيه، دنيا بتشيل وتحط فيا، سايبه الكل وجاي عليا. انا ضحيه مجتمع واللي حواليا. انتظرونا انا كمان في مسلسل نفس الفكره ونفس القصه، قتل وضرب وسرقه ونصب بس على منصه تانية. انا الضحيه برضو الدنيا جايه عليا، بتشيل وتحط فيا، نفس القصه هي بس منصه تانية. انتظروني في رمضان وانا كل كلامي حكم وقافيات ولازمات ومدوخ الستات وببدل فيهم زي الشرابات. حيرة كل يوم، اتجوز مين واطلق مين؟ ما انا عندي من الحريم بدل الطقم 90. انتظروني في رمضان انا كمان وانا بقلد مصطفى شعبان وبجنن النسوان. معاك طقم حريم بيموتوا في اللي جابوك، نزل فيهم تلطيش وبرضه بيحبوك. بعد مسلسل وننسى اللي كان ونقابل حبيب ونحب تاني ليه، انتظروني في رمضان في مسلسل وبكره نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وانا بتجوز وبتطلق وبتحب وبتخان من طوب الارض. بتخوني يا شريف يا منير، انا رايحه لكريم فهمي. بتخوني يا خالد ياسليم، انا رايحه لكريم فهمي. يا مكسوره يا مقهوره يا من جوزك يا حبيبي، سابك توكسيك هيك يا خديك. كريم فهمي بحطت ايدي. بتخوني يا عم عبد البقال، انا رايحه لكريم فهمي. انتظروني في رمضان في دور جديد جدا، بعمل دور رجل شرطه بس شرطه مدرسيه، بامن سور المدرسه وبعمل مداهمات على الكانتين وبمشط الحوش كده يعني. بص في عيني اثبت يلا، والله ما تعرفوا تاخدوا من هنا كيس فلامانكو حتى. ادعي لي يا امي، احنا بنبقى واقفين في الطابور وشايلين شنطنا على كتفنا، احنا بنبقى نازلين الفسحه ومش عارفين هنرجع تاني ولا لا. وارضنا بتتحامى فينا. انتظرونا في مسلسل المداح الجزء 59 مع حبيبي الاستاذ حماده هلال اللي خلانا نصلي ونزكي ونصوم ونبيع سبع. حماده هلال توبنا، طلع عين اللي جابنا، خلانا نصوم نصلي ونقوم نتسحر فول وجبنا. انتظرونا في رمضان الاعلى اجرا في مصر كلها، هو احنا اعلى من العوضي واعلى من ياسمين واعلى من مصطفى شعبان واعلى من الكل. وما تسالونيش ليه، لان احنا اللي بيتعمل من صدورنا بانيه. زي ما قلت لكم اهو، الموضوع كله موضوع فكره. الراجل فكر في فكره ونفذها صح ومستخدم الاي اي بشكل مرعب. انا راجل بشتغل اي اي وعارف الراجل ده اشتغل ازاي، الموضوع طالع معاه حلو جدا باقل تكاليف. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، في مسلسلات متكلفه ملايين، لا مش عايز اقول لك ملايين بس، دي مئات الملايين. في منها مش هتلفت نظري زي الفيديو الصغير ده اللي هو دقيقتين ونص. والله العظيم الراجل اختصر الكلام كله وعامل فيديوهات تانية اقوى من دي كمان بكتير، وواحده واحده هننزلهم. انا بقول لكم اهو الشاب ده موهوب جدا، اسمه نادر شعبان، تابعوه وان شاء الله رمضان الجاي هيبقى نجم ومكتسح الدنيا. بس اوعى يا عم نادر تبقى واقع زي الناس اللي سبقتك. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، واعملوا حسابكم ان اي حد موهوب ان شاء الله هنشيد بيه وهنعرضه هنا على قناتنا، عشان قناتنا ان شاء الله هتبقى رقم 1 في مصر. سلام عليكم.